السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم الغراب في المنام. يرى ابن سيرين أن تفسير حلم الغراب في المنام بتشير إلى رجل فاسد، ومن تفسيرات الغراب عند ابن سيرين رؤية الغراب يطير بعيدا في المنام بتشير إلى وجود شيء يشغل بال الرائي، ولكنه سوف يكون خير له. ومن يرى أن الغراب يطير باتجاه في المنام فهذا بيشير إلى المشاكل والصعوبات الكثيرة التي سوف يعاني منها الرائي. صوت الغراب في المنام بيدل على الأخبار السيئة القادمة للرائي. أما إذا رأى شخص أنه يتحول إلى غراب في المنام فهذا بيدل على حصوله على مال حرام. أما إذا رأى شخص أن الغراب دخل بيته في المنام فهذا بيشير إلى حصوله على مال في آخر أيامه. وقد تشير رؤية الغراب في البيت إلى وجود شخص فاسد في هذا البيت. أما إذا رأى شخص غراب يقف في أي مكان في المدينة فهذا بيشير إلى موت شخص غريب عن هذه المدينة. أما تفسير رؤية الغراب في المنام بيشير إلى رجل قليل الدين ويمتلك صفات سيئة عديدة مثل البخل والمكر والغدر. أما تفسير حلم الغراب في المنام للفتاة العزباء بنقول هنا من الرؤى الغير محمودة التي تجلب لها الشر. رؤية الغراب للعزباء في المنام بتشير إلى الحظ السيء والفقر وعدم تحقيق الأهداف. الغراب الأسود في المنام بيدل على خطبتها من شخص فاسد وفاسق. رؤية الغراب الأسود في منام الفتاة المخطوبة بتشير إلى فسخ الخطبة والفشل في العلاقة العاطفية. الغراب للفتاة العزباء في المنام بيدل على فشلها على جميع الأصعدة. الغربان السوداء في منام العزباء بتدل على وجود أشخاص منافقين في حياتها. أما إذا رأت العزباء إنها بتحاول ذبح الغراب في المنام هذا بيشير إلى انتهاء الهموم والمشاكل التي كانت تعاني منها. أما إذا رأت العزباء في المنام إنها تتحدث مع الغراب بيدل ذلك على زواجها من رجل صالح وله مكانة مرموقة. أما إذا رأت العزباء إنها تقتل غراب كبير يهاجمها في المنام فهذا بيشير إلى البركة والخير والرزق الوفير التي سوف تحصل عليه. قد يشير الغراب في المنام للفتاة العزباء إلى البعد عن الله وتقصيرها في أداء الفروض الدينية. ورؤية الغراب في حلم العزباء بيدل على إصابتها بالحسد من أصدقائها. أما إذا رأت العزباء إن الغراب يبتعد عنها في المنام فهذا بيشير إلى انتهاء المشاكل والعقبات وشفائها من الأمراض إن كانت مريضة، والله أعلم. تفسير رؤية حلم الغراب في منام المرأة المتزوجة. رؤية الغراب في منام المرأة المتزوجة بتشير إلى الخلافات الزوجية التي قد تؤدي إلى الطلاق، والله أعلم. الغراب في منام المتزوجة قد يدل على فساد وفسق زوجها. قد تشير رؤية الغراب للمتزوجة في المنام إلى إصابتها بمرض أو الموت، والله أعلم. أما إذا رأت المتزوجة في المنام الغراب بيدل على حظها السيء في حياتها الشخصية والعملية. قد يدل الغراب في منام المرأة المتزوجة على حملها وقدوم أخبار سيئة لها بعد الولادة. الغراب في المنام للمتزوجة بيشير إلى الحزن والهم التي تعاني منه. أما إذا رأت المتزوجة في المنام الغراب الميت بيدل على انتهاء الخلافات القائمة بينها وبين زوجها أو تفريج الهم والكرب. الغراب في بيت المتزوجة في المنام بيدل على الخيانة الزوجية. رؤية الغراب في المنام للمتزوجة بيدل على الرزق القليل. أما إذا رأت المتزوجة إن هناك غراب يحاول مهاجمتها وزوجها يحاول حمايتها فهذا بيشير إلى حب زوجها لها وبيشير إلى الود القائم بينهما. أما تفسير حلم الغراب في منام المتزوجة. إذا رأت المتزوجة في المنام إن الغراب يقف على غصن الشجرة فهذا بيشير إلى وجود صديقة خبيثة لها وبتظهر إنها تحبها وهي في الوقت نفسه تكرهها. قد تشير رؤية الغراب على الغصن إلى وجود أعداء يتربصون لها ويحاولون سرقتها. الغراب في المنام قد يدل على الفراق، وقد يكون الفراق هو سفرها أو سفر أحد قريب منها أو فراق بينه وبين زوجها، والله أعلم. تفسير حلم الغراب في منام المرأة الحامل. بنقول هنا الغراب للحامل في المنام بيشير على صعوبة الولادة. رؤية غراب أسود بيطير في منام الحامل بيشير إلى إنجابها ذكر. إذا رأت الحامل في المنام غراب فهذا بيشير إلى الخلافات القائمة بينها وبين زوجها. قد تشير رؤية الغراب في منام الحامل إلى موت شخص عزيز عليها. إذا رأت الحامل في المنام إن الغراب يقف على بيت شخص فهذا بيشير إلى المشاكل التي سوف يتعرض لها هذا الشخص.
أما الغراب في منام المرأة الحامل بيدل على وجود مشاكل قد تصل إلى المحاكم. صوت الغراب في المنام للحامل بيشير إلى أنها سوف تتكلم مع امرأة تمتلك صفات سيئة. إظهارات الحامل إنها تتحدث مع الغراب في المنام، فهذا بيدل على وجود شخص فاسق في حياتها ولكن ذو منصب مرموق. أما إظهارات الحامل في المنام إنها تتحول إلى غراب، فهذا بيشير إلى صفاتها السيئة. أما إظهارات الحامل إنها ولدت غراب في المنام، فهذا يشير إلى تحقيق أمنية لها كانت ترغب في تحقيقها. رؤية الغراب في المنام للحامل قد يشير إلى خوفها على جنينها في فترة الحمل، والله أعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.